go way down. Stress doesn't come from hard work. Stress primarily comes from not taking action over something that you can have some control over. So stress comes from ignoring things that you shouldn't be ignoring. اللي بيتكلم ده هو جيف بيزوس صاحب شركة أمازون، وهو بيقول لك إن الشغل الكتير مش هو اللي بيسبب لك توتر، ولكن إن أنت تكون قادر إن أنت تشتغل وقادر تعمل الحاجة دي، ولكن أنت اخترت إن أنت ما تعملهاش. الموضوع ده لو جينا نفكر فيه هل هو فعلا صح ولا لأ؟ لو جينا طبقنا الموضوع ده على أرض الواقع، لو أنت مثلا شخص لسه بتدرس، أنت عندك القدرة إن أنت تذاكر، ولما تذاكر كويس هتنجح. لكن انت اخترت ان انت مش عايز تذاكر، او انت مش جاية معاك ان انت تذاكر، فهيبدأ يحصل لك توتر كتير جدا. تقعد تفكر انا عايز اذاكر بس انا مش قادر. طب انا لو ما ذاكرتش، تبدأ بقى ترتب الحاجات او تشوف التبعيات او النتائج اللي ممكن تحصل ان انت ما ذاكرش. فلو انا ما ذاكرتش مش هنجح، هسقط في الامتحان، هيبقى منظري قدام صحابي ان انا شخص ساقط، قدام اهلي وقدام كل الناس اللي انا اعرفهم. اهلي دول اللي دافعين لي فلوس ومصاريف في المدرسة، انا كده خليتهم هيتضايقوا وهيزعلوا. ممكن لو ما خدتش الشهادة هفشل في حياتي، لكن الموضوع ده كده كده يعني كلنا عارفين ان هو فيستك، ولكن خلينا نقول هبقى فاشل في حياتي. بشوف التدريج او الحاجات كده جت ورا بعضها ازاي. نفس الفكره الموضوع ده تقدر تطبقه على الشغل، على العلاقات، على الصحاب، على كل حاجه تقدر تطبقها عليه. الكلام ده مليون في المية مظبوط. ففكر فيها كويس، وكل حاجه تشوفها تشوف التبعات بتاعتها إيه اللي ممكن يحصل. وعايزك تلاحظ ان انت بمجرد ما تبدا الحاجه، بمجرد ما تبدا الشغل، بمجرد ما تبدا مذاكره، كل التوتر ده بيروح، كل الحاجات دي بتروح مع نفسها، تبدأ تركز وبتتشغل بالحاجة. فاشغل نفسك وكفاية توتر.